من اللاذقية مشروع صليبة، مدرسة شكري حكيم، بنوصل عند مطعم وملحمة أبو العبد. هي ملحمة قديمة عمرها تقريبا 16 سنة، وبعدين قرروا هلا بحكم خبرتهم بالمشاوي يعملوا لنا تشكيلة كتير كبيرة من الساندويش اللي كله مشوي على الفحم. أنا حبيت فكرة إنه تطور مشروعك بحيث يواكب الوقت والزمان. ما شاء الله تبارك الله على النظافة، الله يعطيك العافية. الجماعة عندهم لحمة كتير مرتبة، بيعملوا صفيحة، بيعملوا مشاوي كتير مرتبة، عندهم فرنهم، خبزتهم، يعني امورهم كتير تمام. وهلا بدك تعمل لي سندويشه مثل اللي اكلتها هذيك المره واطيب وعلى الفحم واطيب عشان بإذن نعرف الله. المتابعين عليها. لعيونك الله يكرمك. فورا. كل شيء انا عم سواه اليوم هو على ايدي لإلي. برافو يعني عليك. ما في نهائيا اي تبديل او شيء، توم على ايدنا وكل شيء على الله ايدنا. يعطيك العافيه. فهلا يا معلم ظبط لنا سندويشه بمعيتها. تكرم عيونك. هلا قلت لي بدك تعمل لي شغله ثانيه اللي هي همبرجر اللحمه. همبرجر اللحمه، يعني بهار وملح وكذا ولا كيف ترتيبها؟ هلا هي عباره عن صوصات كمان، هي اسمها همبرجر ابو العبد حصل. خلص فاجئني خيو. هي انا كلياته هذا شغلي لإلي، اي حدا بده يجي ياكلها هي من عندي. هلا بدك تشوي لنا اياهم على الفحم، ما هيك؟ لك انا معلمي. انا حبيت في عندك شغله بدي اقولها للمتابعين، انت بتحقق اهم عنصرين بنجاح اي مطعم، اللي هو النظافه، اللقمه الطيبه، بالاضافه تماماً للكرم. للكرم. الفتايل كمان كلها على الفحم. ما شاء الله. احنا من يومنا بمطعم ابو العبد، مطعم ابو العبد نحن شعارنا من يوم اسمه ابو العبد للكرم عنوان. يعني نحن اهل الكرم معروفين بمصلحتنا. ما شاء الله عليكم. مطعمنا وباكلنا ان شاء الله تعالى. وهيك يا جماعه بكون عم تحضر البرجر، اول مره بشوف برجر محطوط له توم، هلا بدي اشوف كيف القصه وكيف الترتيبه. سندويش الفتايل طبعا اللي انا المشهور فيها تماما، وهي خلطتي الاساسيه اللي انا عاملها على ايدي. تمام. فتايل شكلها كثير حلو البركه. طبعا هلا بدنا نحط لها الصوصات اللي هي خاصه فيني تماما، يعني ماني ما انا أبداً. قلد حدا تماما، هي خاصه فيني وانا اللي مسويها على ايدي. يلا هلا ضل تجري. طبعا يا جماعه الساندويش بيحطوه على الفحم قبل ما يقدمونه للزبون. هذا هو الجمال، هذه التحميصه مع طراوه الخبزه مع طعمه الفتايل، عن جد رائعه. الساندويش اللي فاجئتني عنده برجر حط لها كثير صوصات، برجر لحم حط لها توم. بدنا نشوف كيف ريح الامور. ما فيني اسميها برجر قد ما فيني اسميها سندويشته الخاصه، نكهه دهنه قويه، نكهه لحمه، نكهه توم، نكهه صوصات، يعني فيها ميكس كثير مختلف. هلا بالنسبه إلي دائما بحب البرجر الكلاسيكيه، انا من النوع اللي ما بحب الصوصات الكثير مع اللحم. طازه عنده رائعه. ختاما ومن صليبه ومن عند ابو العبد، لا تنسوا المتابعه والتفاعل مع الفيديو. بامان الله.